السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة مختصة في تجريب المهاجرين المغاربة عبر الأراضي الجزائرية. وحسب ما أفاد بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي، جاءت هذه العملية الأمنية التي قامت بها عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان إثر تحريات معمقة كشفت عن وجود شبكة دولية رأسها المدبر يتواجد بالمغرب بمساعدة سيدة جزائرية تبلغ من العمر 35 عاما من ذات الولاية أيضا، ويخطط المعني ويستلم الأموال من الأشخاص المهاجرين بالمغرب ليهاجروا نحو الجزائر باتجاه الحدود المغربية ومنها إلى دول أوروبية عبر قوارب مهيئة لذلك. وسمحت هذه التحريات الأمنية بتوقيف عناصر هذه الشبكة البالغ عددهم 18 شخصا، من بينهم 15 شخصا من جنسية مغربية. وقام المعني بارتكاب جرائم مختلفة داخل التراب الوطني، منها جرائم مرتبطة بالإتجار بالبشر واختطاف أشخاص في أعمار مختلفة من الجنسين. وقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم عن جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.